مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها انعقاد ورشة عمل لتقييم أعمال لجان تطور المرأة. بذور البطاطا المحسنة تحقق إنتاجا وفيرا في عد قيح. وسيمينار تنويري لاستخدام المبيدات في تسني. اليابان تكشف عن استراتيجية دفاعية غير مسبوقة، وكوريا الجنوبية تحتج. الهند تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية. وبيونغ يانغ تختبر محرك وقود صلب عالي الدم. أهلا بكم مشاهدينا. نظم الاتحاد الوطني للمرأة في 15 و16 من ديسمبر الجاري في العاصمة أسمرة أن نظم ورشة عمل لتقييم أنشطة لجان تطور المرأة في الأقاليم والمنفذة خلال 3 سنوات مضت. وقالت رئيسة الاتحاد المرأة السيدة تسفا ميكيل في افتتاح الورشة أن الورشة تهدف لتقييم الجهود الجارية من أجل تطور المرأة وكذا الإنجازات المحققة، إضافة إلى التحديات، ووضع برنامج استراتيجي بالحفاظ على المنجزات. وذكرت أن المرأة الإريترية اكتسبت قدرات كبيرة ووعي عالي بمشاركتها الفعلية إبان الكفاح المسلح، وعززتها خلال المراحل المختلفة بعد الاستقلال، إلا أنه يتطلبه عمل متفاني لتحقيق مسيرة الانعتاق بالكامل. وأشادت بالمبادرات النبيلة التي كانت تتخذها الإدارات والجهات الحكومية الأخرى مناشدة لجان تطور المرأة في الأقاليم للقيام بعمل إيجابي عام 2023 متسلحة بروح عالية. وقدم في المناسبة تقرير لجان تطور المرأة بين الفترة ما بين عامي 2020 و2022 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالنظر إلى الخطط الموضوعة للتنفيذ. وقد ناقش الحضور التقرير المقدم بإسهاب. كما شهدت الورشة التي استمرت لفترة يومين تقديم سيمينارا يحسن من قدرات لجان تطور المرأة في الأقاليم عبر خبراء الكفاءة المؤسسية الوطنية ومكتب الإحصاء الوطني. ختام الورشة وزع على المشاركين برنامج عمل لعام 2023 والذي أعد بالتركيز على الخطة الاستراتيجية الخمسية. أعلن الخبراء الزراعيون والمزارعون في مديرية عد قيح بأن بذور البطاطا إلكترا المحسنة من الجيل الثالث والذي تمت زراعتها عبر المزارعين النموذجيين ظلت تحقق نتائج جيدة. وقال خبير تنمية الخضر والفاكهة في مكتب الزراعة في المديرية السيد منقستة برأي أن زراعة بذور البطاطا المحسنة التي بدأت قبل 5 أعوام تنتج محصولا وفيرا ويجري حصادها 3 مرات في العام، ويقوم المزارعون بتقديم منتجاتهم في الأسواق بعد الاكتفاء الذاتي. وأشار السيد منقستة إلى أن الحكومة تشتري البطاطا من المزارعين بزيادة 25% من أسعار الأسواق تشجيعا لهم. وقال مسؤول وحدة تنمية الخضر والفاكهة في فرع الزراعة بالإقليم الجنوبي السيد أبراهام سؤلو أن المزارعين النموذجيين الذين يزرعون البذور المحسنة هم مزارعون حصلوا على دورات تأهيلية تجرى متابعة جيدة لهم عبر مكتب الزراعة. وأوضحت السيدة رهوة عبد الله من مؤسسة الحلز الوطنية للأبحاث الزراعية أن بذور البطاطا المحسنة والتي أقتلت عام 2015 من إيرلندا بلغت المستويات الأولى والثانية والثالثة ولا زالت تنتج حصادا وفيرا. وذكر المزارعون النموذجيون أنهم يتبعون إرشادات المهنيين ويبذلون جهدهم مما ساعدهم في حصاد إنتاج وفير، مناشدين بالدفع بهذا بقوة. وقد تم هذا العام توزيع 178 كنتال ل17 مزارع في مديرية عد قيح و116 كنتالا ل8 مزارعين في مديرية سقنيتي و445 كنتالا ل15 مزارعا في إقليم عنسبة و157 كنتالا في القاشبركة حسب المعلومات الواردة.
عقد مكتب الزراعة في إقليم الكاشبركة سمينارا تنويريا ليومين ل58 من أعضاء الإدارات والمهنيين الزراعيين وشركاء العمل حول الاستخدام الآمن للأدوية البيطرية والمبيدات. وأوضح مسؤول الثروة النباتية في إقليم الكاشبركة السيد أبره الليهي مكيل أن الهدف من السمينار هو الحد من أضرار المبيدات على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، ودعا المزارعين لاستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية والتنويع الزراعي. وقال إن المبيدات الصناعية لها مواد كيميائية سامة، ويجب على المزارعين استخدام الملابس الواقية ورش المبيدات في وقت لا توجد فيه رياح قوية، وتوخي الحذر من اختلاط معدات الرش مع الأدوات المنزلية. وذكر مراقب الثروة الحيوانية في إقليم الكاشبركة السيد سعري أبراهام خطورة الحصول على الأدوية البيطرية دون وصفات الأطباء البيطريين، وأن تصحيحها ومراقبة ذلك من مسؤولية جميع المواطنين. وأناشد مديرية تسنية السيد سيون قبريسوس في اختتام السمينار المجتمع عامة للمساهمة في إزالة أخطار سوء استخدام المبيدات الحشرية والنباتية. قيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسات التعليم العالي أنشطته بالعامي 2021-2022 في 15 من ديسمبر في قاعة كلية ماي نفحي. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة منصورة إسماعيل في الاجتماع أهمية تقييم العمل لوضع خطط مستقبلية. وبحث المشاركون التقرير المقدم وأكدوا على العمل لإنجاح البرامج الموضوعة. وأشاد عميد كلية العلوم في ماي نفحي البروفيسور قبرايس قدوم بمساهمة الشباب في المجتمع، موضحا بأن أنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تدعم قدراتهم. وذكرت مسؤولة متابعة الأقاليم في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة الشابة هيلان أمينين التقرير المقدم عكس كل جوانب الأنشطة المنفذة. أشاد مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالمشاركة الكبيرة للمواطنين وشركاء العمل في الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم، والتي جرت من 21 وحتى 25 من نوفمبر الماضي. وأوضح مسؤول التطعيم في المكتب السيد حمد إدريس إعداد حوالي 206 نقاط تطعيم، منها 15 مؤسسة صحية و21 مدرسة، وأن أنشطة التوعية والاستعدادات المسبقة ساهمت في إنجاح حملة التطعيم. وأكد تطعيم 8146 فتاة من عمر 9 حتى 14 عاما، وأن الدراسة التي أجريت في القرى المحددة أظهرت نجاح حملة التطعيم بنسبة 100%. وقال إن التحدي الأكبر كان وجود 70% من الفتيات التي يتوجب تطعيمهن خارج المدرسة في القرى البعيدة، وقد تم تجاوز التحدي بفضل الجهد الكبير والتفاني في العمل. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. كشفت اليابان عن سياسة دفاعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين، في حين احتجت جارتها كوريا الجنوبية على بند في السياسة الدفاعية الجديدة تتعلق بجزر متنازع عليها بين البلدين. وأقرت الحكومة اليابانية تعديلات قانونية هي الأكبر من نوعها على استراتيجية الدفاع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945. وتصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة الجارة الصين بالتحدي الاستراتيجي غير المسبوق، كما تصف الوثيقة روسيا بمصدر قلق للأمن القومي الياباني. وكانت اليابان نشرت لأول مرة استراتيجيتها للأمن القومي في العام 2013، وتتضمن التعديلات الجديدة حق القوات اليابانية بشن ضربات مضادة ضد دول تعتبرها معادية، غير أن طوكيو قيدت تنفيذ هذه الضربات المضادة ب3 شروط. أجرت الهند تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى يمكنه حمل رؤوس حربية نووية، وذلك في ظل توترات جديدة على طول الحدود المتنازع عليها مع الصين.
ووفقا لوكالة بلومبرغ الأنباء، قال برالهال جوشي وهو وزير في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي: سيضيف الصاروخ قيمة عظيمة للدفاع وسيعزز الأمن القومي إلى نطاق أعظم، حيث أنه يستطيع قطع أكثر من 5400 كيلومتر. وتم إجراء تجربة إطلاق الصاروخ البالستي NG-5 من جزيرة أبو الكلام قبالة ساحل أوديشا الشرقي الهند، ويسمح مدى الصاروخ باستهداف مدن رئيسية في المنطقة، وصدر تحذير للطيارين قبل إجراء التجربة المقررة مسبقا. ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ قالت أنها اختبرت محرك وقود صلب عالي الدفاع لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جون أون. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبار أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد. وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون عبر عن توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية بحسب تويتر. أعلنت السلطات الماليزية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 19 شخص إثر وقوع انهيار أرضي في موقع تخييم بمدينة باتانج كالي بالقرب من مرتفعات جنتينغ. وأضافت السلطات أن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها من أجل البحث عن 14 شخصا ما زالوا في إعداد المفقودين في موقع التخييم بالقرب من ولاية سلانجور، مشيرة إلى أن هناك 4 أطفال من بين القتلى. أشارت السلطات إلى أن أكثر من 700 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ، موضحة أنه تم العثور على 61 شخصا أحياء من إجمالي 94 شخص حوصلوا جراء الانهيار الأرضي. وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد أعرب في وقت سابق عن صدمته إزاء الحادث. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. انعقاد ورشة عمل لتقييم أعمال لجان تطوير المرأة. بذور البطاطا المحسنة تحقق إنتاجا وفيرا في عد قيح. سمينار تنويري حول استخدام المبيدات في تسني. اليابان تكشف عن استراتيجية دفاعية غير مسبوقة، وكوريا الجنوبية تحتج. الهند تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية. وبيونغ يانغ تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم.